إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. وتنضم إلينا من السليمانية الناشطة المدنية ماري محمد. ماري، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني سمعناك في الفيديو وقد وجهت العديد من النداءات ولا سيما لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. هل يعني تمت الاستجابة لهذه النداءات؟ هل اتصل بك أحد؟ هل تواصل معك أحد يعني يعرف ماذا تريدين ويستمع إلى الشكوى التي تقولينها؟ لحد الآن لا، ما وصلت، ما جاني أي اتصال. وناشدت سيادة الرئيس مصطفى الكاظمي، وناشدت أيضا القائد عفوا بس يعني أتمنى تعطوني حقي. تفضلي. السيد عبد الوهاب الساعدي. نعم. ناشدتهم اثنيناتهم. ليش؟ لأنه أني بالنسبة لهم يعني في غنى أنه هو رئيس وزراء. دا تشوف عرضك أنه ايش دا يصير بيه. اوكي، اني ما رايده، اني ما دا اقول له تعالوا اليوم اكشف عن الجهه هذول اللي خطفتني، منو هذول، اني هذا كله ما اريد. من هي هذه الجهه يعني؟ يجوز صعب. من هي هذه الجهه ماري؟ من هي؟ ما اعرفها، اني ما اعرفها، يعني هي كانت جهه مجهوله. واني ايضا هسه من دا اناشد، ما دا اطالب انه يجب الكشف عن هذه الجهه او ملاحقتها، لا، اني هذا الشيء ما اريده. ليش؟ لانه اني اريد اعيش. اني هسه كل اللي اريده من سياده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه اللي اريده الامان لا اكثر. اني اريد اعيش، اريد ارجع. طيب يعني لو تعطينا بعض تفاصيل يعني ما حصل أريد أرجع معك. لبغداد، أريد أرجع لأهلي. نعم، ولكن لو تعطينا بعض تفاصيل يعني ما حصل معك، كيف اختطفتي، هل تعرفتي إلى وجوه الخاطفين، هل يعني نقلوك إلى مكان بعيد، كل هذه التفاصيل. نعم، اختطفت طبعا 8/11، مو 10/11، اختطفت 8/11، لكن ورا يومين افتقدوني. انخطفت قريب من ساحة التظاهرات، الساحة اللي كانت اسمها تقاطع المسبح أو هيك شي. كنت رايحة أريد أروح أفيز، لأنه بقتها كان ماكو عندنا إنترنت. نعم. مقطوع الإنترنت. أريد أفيز حتى أطلع تركيا، لأنه جتني تهديدات بشأن الفيديو اللي انتشر عن أبو العدس. فساعة تقريبا 7-6 من هناك جتي سيارات سود، يعني هسه توني كنت طالعة أني بسيارتي، صارت مقابيل السيارات، نزلوا هي الجهة هذه اللي اختطفتني، ملثمين طبعا، لابسين لثام أسود، أني ما قدرت أشوف وجههم. أخذوني خلوني بسياراتهم تقريبا ربع ساعة هيك شي. وصلت للمكان اللي هم ودوني. أيضا كانت عيوني مشدودة، كل شي ما شفت ولا اندليت أيضا وين. بس قلت لهم فدوة أنتم خو راح تقتلوني؟ قالوا لي لا، بس مجرد تحقيقات ونطلعك. طبعا أنا هحكي لكم هذا الشيء باختصار. بقيت تقريبا 5 أيام 6 أيام أثناء التحقيقات، يوميا يحققون ويا أكو جهة مولج، أكو أحد يمولج، هاي كلها يعني هاي السوالف. قلت لهم أني ماكو أحد يمولني ولا أكو جهة تدعمني. طبعا هم ما أخذوا بكلامي، قالوا احنا ما راح ناخذ بكلامك، احنا راح نحقق وراح نشوف. يعني هم من خلال تحقيقاتهم وبعد ما أعرف شنو اللي يسووا، قالوا احنا راح نعرف إذا كان أكو أحد يمولج أو دعمك أو لا. عرفوا إنه ماكو أحد يمولني، ماكو أحد يدعمني، كل هذه عرفوها. قبل لا أطلع ب4 أيام طبعا كانت أكو جهة يومية تجي تحقق وياي بهذا المكان اللي أنا كنت بيه، وأكو جهات كانت تجي، كانوا لما تجي بالليل ياخذوني هم يطلعوني هيش ساعة ساعتين يرجعوني لنفس المكان. أقول لهم ليش؟ يقولوا لي على إنه هاي الجهة يريدون ياخذوك ويأذوك، وإحنا ما نريدهم يأذوك ويبقون يمهم. فعلا أنا هاي اللي كنت يمهم، هم ما أذوني. بعدها قبل لا أطلع ب4 أيام أخذتني هاي غير جهة، بقيت يمهم هي بشأن هذا الفيديو. نعم. صوروني هذا الفيديو. نعم. يعني كان تحت تهديد السلاح. نعم. هل تلقيت يعني أي تهديدات يعني من بعد ما تم هذا الإفراج عنك؟
لا بعد ما تصور هذا الفيديو، طبعا هذا الفيديو يعني بقى أكثر من مرة لحد ما أظهر بصورة طبيعية. تصور الفيديو ووعدوني إنه ما راح ينشر إذا أنا ما وصلت للمظاهرات. وعلما مو بس فقط فيديو وأيضا بصمت ووقعت على ورقة أنا ما أعرف شنو هي ولا شفتها شنو هي، لأنه كانت عيوني مشدودة. والفيديو وعدوني قالوا لي ما راح ينتشر. وطلعت اني خفت، رحت سافرت تركيا، صارت اوضاع كورونا، انحجرت بهاي الفتره كلها، الفيديو ما نزل. فاطمئنيت قلت الحمد لله جوز نسوني، لانه فعلا عرفوا اني ما عندي شيء. رجعت هسه هاي اتفاجئ القاهم منزلين الفيديو، اني ما رجعت لا للتظاهرات ولا الي لازم بعد نهائيا ما شاركت باي شيء. ليش نزلوه اني ما دا اعرف. والفيديو طبعا هو طويل، مو بس هذا، بي بعد ايضا حكيت بيه هوايه عن شخصيات، وايضا عن الشيخ عبد الله، هو اوكي هذا اللي نزل. وبعد عن الشيخ النائب طالب الخربيق، وبعد هواي اسماء اني ما اعرفه. انا يعني حتى الشيخ عبد الله، النائب الشيخ عبد الله، اني ما اعرفه ولا وصلت له ولا رايحت له. طيب يعني ما هي المطالب الأساسية الآن التي تطالبين بها؟ يعني ماذا تريدين بعد كل ما جرى معك؟ أرجع نفس مطلبي هو اللي أريده. وإذا سيادة الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إذا ما قدر ينفذ لي، هو يعني حقي هذا الشيء وبسيط بالنسبة إلي، بس إذا يشوفوه هو صعب أوكي. أني أناشد رئيس الجمهورية برهم صالح، أنا كل اللي أريده حاليا الأمان، ما أريد أي شيء. أنا فقط بس أريد أعيش، خلاص كل شيء ما أريد، ماني لازم، ما حتى هم ما أريد أعرفهم منو ما أريد أعرفهم، ما أريد. أنا كل اللي أريده بس أريد أعيش فقط، أريد الأمان. يا أما أرجع لبغداد نعم. لأهلي وأمان، يا أما ما أعرف. شكرا للناشطة المدنية مريم محمد التي خليني كانت معنا مباشرة من السليمانية.